يا ابني انت داخل لك في 3 ساعات قاعد على اللاب مش عارف انت بتعمل ايه. يا اسطى بفتح الدارك ويب وبص انا شايف هنا شويه مواقع بيبيعوا كل حاجه. كل حاجه كله. والله كل حاجه، كل ما تحلم بيها تلاقيه. انت متفضلين كشري يا اسطى؟ كشري. مش متاكد ان انت بتعمله ده صح؟ ايوه. يعني احنا مش هنتجات، يعني ده مش خاطر عليك؟ لا. يعني انت متاكد برضك ان انت بتعمله ده صح؟ ايوه يا ابني الناس بتقول لك خطر وبتاع، انت متاكد؟ يعني انا اصلا لا، انا عمري قلت لك حاجه طلعت صح؟ لا. بص لا، بص تعالى بس اوريك بس الستريم ده. بص ده ستريم لواحده جوه فندق. ما استنى اكتب لون يوكن على بنت لابسه ابيض دي جامده قوي. طب ما في انت عارف الكوميدي اللي كاتبه دوت دافع فيه حوالي $50 تمن البيتكوين عشان بس اشوف البنت اللي لابسه ابيض دي. بص لابسه حته عبايه، امسك انت فرق بس تكتبش كومنت عشان الكومنت كل كومنت لو انت عندك الكاميرا اللي هي من عند السيرفنج اريا ب $20، لو عند الباثروم بتكون $50. عايز ايه؟ مش ده اكيد لا. ايه ثواني، هو مش ده شبهك شويه؟ ايه في اهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقه جديده لينا النهارده على اليوتيوب. انت تعرف ان النت ده هنستخدمه كل يوم زي جوجل او يوتيوب او فيسبوك، اي منصه من دول تعتبر 10% بس من النت الحقيقي اللي موجود في العالم. وعايز اقول لك ان الانترنت اللي احنا بنستخدمه كل يوم دوت ليس الا الطبقه الاولى بس من النت اللي موجود في العالم. ثواني بس اهدى كده عليا، انت بتقول لي ان النت ده كله ليس الا الطبقه الاولى؟ امال النت بتاعنا ده كام طبقه اصلا؟ عزيزي المشاهد عايز اقول لك ان الانترنت بتاعنا مقسم لثلاث طبقات. الطبقه الاولى وهي اسمها السيرفيس ويب دوت اللي هو انترنت ان احنا بنستخدمه كل يوم عادي جدا زي واتساب جوجل فيسبوك يوتيوب. الطبقه الثانيه وهي يبقى اسمها الديب ويب، انما الديب ويب ده بيكون متصرف فيه حاجات خفيفه كده، حسابات بنكيه، سجلات مستشفيات، ملفات حكوميه، يعني الانترنت العادي بتاعنا بس مش متاح في كل الجمهور. طب يا ترى بقى ايه هي الطبقه الثالثه؟ الطبقه الثالثه عزيزي المشاهد هتبقى الدارك ويب. طبعا انا اتكلمت عن الدارك ويب في الحلقه اللي فاتت، لو ما شفتهاش روح شوفها، حلقه جميله جدا. ايوه الدارك ويب دوت هي اخر طبقه تحت خالص، ودي تعتبر اكبر طبقه من الانترنت وهو الانترنت المظلم. بمنتهى البساطه عزيزي المشاهد هو الانترنت بتاعنا عادي جدا، ولكن الفرق ان انت مش بتعرف تخش عليه بجوجل كروم او فايرفوكس العادي بتاعنا، لازم تفتحه من متصفح اسمه تور. برضه لدواعي الامان بتاعتك بتكون فاتح في بي ان. انا بستخدم مثلا بروتون في بي ان، زي ما شرحت برضه في الفيديو اللي فات قلت ان بروتون في بي ان شركه سويسريه وبتحمي بياناتك. كفكره ده مش سبونسر للشركه، بس انا فعلا عشان استخدمته يعتبر ضمن انواع وشركات الفي بي ان كويسه جدا جدا جدا. طبعا الدارك ويب دوت يعتبر هو الانترنت المظلم اللي بيتم فيه كل الحاجات البشعه ممكن انت تتخيلها. الدارك ويب ده بيكون بدون رقابه، بدون قوانين، بدون اي حاجه تحميك انت كشخص بيشتري او كشخص بيبيع. ومن هنا تبدا الحكايه تضلم. في سنه 2016 ظهرت قضيه في المانيا اتحافظت في السر لفتره طويله. شاب الماني كان مهووس للتكنولوجيا، كان بيشتري برمجيات خبيثه وكاميرات مراقبه صغيره من على الدارك ويب. طب هو ايه المشكله يعني لما اشتري كاميرات مراقبه صغيره من على الدارك ويب؟ وبعدين ما انا ممكن اروح دلوقتي اجيب كاميرات مراقبه صغيره من عند عم حنفي اللي تحت بيتنا، ايه المشكله؟ يا عزيزي المشاهد ما هو ما كانش بيشتري كاميرات المراقبه دي عشان يركبها عنده في البيت او في محل البقاله بتاعه، امال كان بيشتري كاميرات المراقبه دي يعمل بيها ايه؟ بمنتهى البساطه عزيزي المشاهد وهو انه كان بياخد كاميرات المراقبه الصغيره دي ويتفق مع عامل نظافه في فندق من الفنادق اللكجري جدا في المانيا انه يركب له الكاميرات ديت جوه الغرف اللي في الفندق. وكان بيركب جهاز ارسال صغير كده علشان يقدر ان هو يعمل ستريم للكاميرات ديت على الدارك ويب. بل وكمان كان ممكن انه يركب اكتر من كاميرا واحده جوه نفس الغرفه ويخلي الناس تدفع فلوس زياده مقابل ان هو مثلا يعرض لهم من زاويه ثانيه او حاجه. هات لي يا ابني الكاميرا يمين شويه على البت اللي لابسه عبايه سودا هناك دي. وعايز ادوك الراجل كان كرييتيف جدا، كان مسمي الموقع بتاعه ذا روم 1 2 3، يعني الغرفه 1 2 3. وطبعا الموقع كان بيخلي الناس تدفع اشتراك شهري مقابل انها تشوف ناس متراقبين من غير ما يعرفوا. لا والشاب برضه كان عامل شويه فيتشرز كده في الموقع تدفع لها فلوس زياده مقابل ان انت تاخد كبر الصوت شويه، توجه الكاميرا على السرير، توجه الكاميرا على الدولاب، توجه الكاميرا على الحمام، كانك بتلعب لعبه بالظبط ولكن في حياه ناس حقيقيين. وفي حلقه من الحلقات ظهرت بنت بتعيط وهي بتكلم نفسها على السرير. وعايز اقول لك يا عزيزي المشاهد ان بعد الحلقه دي باسبوع بالظبط ظهر بانر على الموقع بيقول لك The room 1 2 3 is closed. ومن هنا بدأوا مستخدمين الدارك ويب يسألوا نفسهم ايه علاقة البنت دي بإغلاق موقع The room 1 2 3؟ والله يعني مش عايز اصدمك عزيزي المشاهد، بس عايز اقول لك ان بعدها بأيام ظهر في الأخبار ان البنت ديت انتحرت. ايوه انتحرت. عايز اقول لك ان المريب مش في انها انتحرت، المريب ان باباها كان بيقول ان سبب انتحار البنت ديت هو انها كانت حاسه انها متراقبه حتى وهي نايمه. طب ازاي هي حست بكده من غير ما تشوف الكاميرا؟ عايز اقول لك ان انا نفسي بجد لحد دلوقتي مش قادر افهم ازاي هي حست انها متراقبه من غير ما تشوف الكاميرا. لا حول الله يا رب. طب
فرحني بقى وقول لي ان الحكومه قدرت انها تقبض على الشخص ده. للاسف يا عزيزي المشاهد، وهو ان السلطات لحد يومنا هذا ما قدرتش انها توصل لهويه صاحب الموقع ده، والسبب بمنتهى البساطه هو ان الاشتباه كان في اكتر من 1000 مشترك على اللايف من امريكا وروسيا وايطاليا. عزيزي المشاهد، ده مش فيلم، اللي انا بحكيه لك ده قصه حقيقيه حصلت في المانيا. عايز اقول لك ان اي لينك غلط تدوس عليه في الدارك ويب ممكن يوقعك في حفره ملهاش قاع. مش كده وبس، ده انا عايز اقول لك ان بياناتك كلها ممكن انها تتسرب، اسمك، عنوانك، رقم تليفونك، رقم هويتك، كل بياناتك تتباع على الدارك ويب ب $50 بس. يا عم وانت شايفني رئيس جمهوريه؟ ما ياخدوا بيانات، يعني هيعملوا بيها ايه؟ يا صديقي، ما هي بياناتك دي بتتباع على الدارك ويب، يعني بيتم عمل بيها مشاريع غير مشروعه وباسمك. عايزك بس كده تسال نفسك، كم مره سبت الكاميرا مفتوحه؟ كم مره نزلت تطبيق من غير ما تبقى عارف هو بيعمل ايه؟ طب كم مره دخلت على موقع من غير اصلا تبقى عارف مصدره؟ يا عزيزي المشاهد، اديني محذرك مره كمان، بلاش تدخل على الدارك ويب او تضغط على اي لينك من غير ما تبقى عارف مصدره، لان صدقني ده شيء في منتهى الخطوره. بس كده يعني بالنسبه للناس اللي بتسالني هل بياناتي بجد اتسربت ولا لا، فلا يا جماعه، كل اللي كان بيحصل دوت ليس الا فيديو تمثيلي فقط، ما فيش اي بيانات ليا اتسربت الحمد لله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش ان تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان تشوف اي فيديو جديد، ومع السلامه.